الصورة أصبحت أوضح لكل إنسان عاقل ومنصف. منذ متى أصبحت مصر هي العدو بدلا من إسرائيل؟ منذ متى تغلق السفارات المصرية بالأقفال وتحاصر بالمظاهرات، بينما سفارات الاحتلال في تل أبيب وواشنطن ولندن تنعم بالهدوء؟ منذ متى توجه أصابع الاتهام إلى القاهرة بدلا من توجيهها نحو من قصف وقتل ودمر وفرض الحصار؟ المشهد أصبح مقلوبا بشكل خطير، فبدلا من أن يتوحد الغضب الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه في العلن والخفاء، نرى حملة مركزة لتوجيه السهام نحو مصر وجيشها وقيادتها. نفس الوجوه، نفس الأبواق، نفس الأجندات. من سمحوا بتمدد الاحتلال في 2023 في الضفة وغزة وسوريا ولبنان هم من روجوا أن القدس ستتحرر بتحرر دمشق، فأسقطوا سوريا كلها تحت الاحتلال. هم أنفسهم من يفتحون الآن الطريق أمامه في سيناء، ولكن بطريقة ناعمة وخبيثة مموهة تحت شعارات الإنسانية والدعم لفلسطين. الهدف ليس إنقاذ غزة، بل تفكيك جدار الصد الأخير، ألا وهو الجيش المصري. تخيل أن ترى حملات الإدانات موجهة للرئيس المصري وليس لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وأصبحنا نرى من يشكك في قدرات الجيش المصري دون أن يذكر جرائم جيش الاحتلال. أن تسمع الهتاف يسقط على بوابات السفارة المصرية بدلا من أن يدوي أمام سفارات من قصفوا الأطفال وقتلوا الشيوخ وهدموا البيوت. هذه الحملات المسعورة ليست عفوية بل ممنهجة، وهنا يظهر الفارق بين الوطني الذي يواجه الاحتلال وبين من يضلل الناس ليفتح الأبواب. ثم تعالوا نسأل سؤالا بسيطا: هل معبر رفح هو بوابة غزة الوحيدة؟ غزة لها حدود بحرية ممتدة، ويمكن لأي دولة في العالم قريبة أو بعيدة أن ترسل سفينة شحن واحدة تحمل ما يعادل 100 شاحنة مساعدات. أين السفن القطرية؟ أين الطائرات التركية؟ أين بوارج الجزائر أو المغرب؟ لماذا لا نرى حملات على هذه الدول؟ لماذا الحملة منظمة على مصر فقط؟ بل من العجيب أن يتم توجيه الاتهام لمصر، وهي الدولة التي أدخلت أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب. هذه الشاحنات 80% منها من قوت المصريين، و20% منها فقط من الدول العالم بأسره، العالم الذي لا يقدم سوى التصريحات. مصر تتحرك في صمت وتدفع الثمن وحدها، بينما غيرها لا يؤخذ منهم إلا الكلام. مصر لها حسابات دقيقة وحدود تحميها وأرض لن تفرط فيها، وجيش أقسم على أن ألا يدخلها غريب. ومن يهاجمها اليوم ليفتح الباب ويخفف الضغط عن المجرم الحقيقي فيجب سؤاله: عن أي قضية تدافع أنت؟ حفظ الله الوطن. تحيا مصر.